هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في لحظات معدودة تحول المشهد من حي هادئ إلى فيلم كارثي واقعي. سيارات مهجورة، عائلات تهرب بلا وجهة، وصراخ يتعالى مع ألسنة اللهب التي لا ترحم. هذه ليست هوليود، إنها الحقيقة التي اشتعلت في قلب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. كيف يمكن لحريق صغير أن يتحول إلى جحيم لا يمكن السيطرة عليه؟ ما الذي يدفع هذه الكوارث للتفاقم عاما بعد عام؟ ابقوا معنا لأننا سنكشف معا خفايا ما حدث، الأسباب العلمية وراء هذه الحرائق، وأهم الحقائق المثيرة عن هذه الحرائق التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية. في مشهد صعب استيقظت هذه المناطق في كاليفورنيا على جحيم مشتعل اجتاح غاباتها ومدنها بسرعة لا تصدق. أكثر من 30,000 شخص أجبروا على إخلاء منازلهم. الرياح العاتية حولت شرارة صغيرة إلى كارثة أحرقت كل شيء في طريقها. دعونا نأخذكم اليوم في رحلة إلى قلب هذه المأساة لنعرف ما الذي حدث بالضبط، وكيف اشتعلت النيران بهذه السرعة، ولماذا أصبحت كاليفورنيا ساحة مفتوحة للحرائق في السنوات الأخيرة. سنكشف القصة الحقيقية وراء الحقائق، ولماذا تعرف كاليفورنيا بأنها ولاية النار والرياح، وهل يمكن للجهود الضخمة التي تبذل أن تحاصر النيران وأن تنقذ الأرواح. ما حدث في كاليفورنيا مؤخرا ليس مجرد حريق عادي، إنها كارثة طبيعية مدمرة حولت هذه الغابات الشهيرة إلى رماد وأجبرت عشرات الآلاف على الهروب. لكن هل تساءلتم يوما كيف يمكن لشرارة صغيرة أن تتحول إلى هذا الجحيم المشتعل الذي رأيناه في لقطات الفيديو التي نشرت؟ وما هي الأسباب العلمية وراء انتشار الحرائق بسرعة مذهلة؟ ما الذي حدث بالفعل؟ في يوم الثلاثاء 7 من يناير لعام 2025 اندلع حريق صغير في غابات غرب مدينة لوس أنجلوس. بدا في البداية أنه يمكن احتواؤه بسرعة، لكن عاصفة رياح قوية اجتاحت المنطقة، مما حول هذا الحريق المحدود إلى جحيم مشتعل انتشر خلال ساعات قليلة، مدمرا آلاف الأفدنة وملامسا أحياء سكنية فاخرة. فر السكان من منازلهم على عجل تاركين كل شيء خلفهم. انتشرت ألسنة اللهب بسرعة جعلت حتى فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق التي حاصرتها النيران. أعلنت السلطات هناك حالة طوارئ وأصدرت أوامر إخلاء لنحو 30,000 شخص. كاليفورنيا هي واحدة من أكثر الولايات عرضة للحرائق، وهذا يرجع لعدة عوامل أهمها الجفاف المستمر. فقد عانت كاليفورنيا على مدى السنوات الماضية من جفاف قاسي، هذا يجعل النباتات والتربة شديدة الجفاف مما يخلق بيئة مثالية للاشتعال. كما أنها تعرف بالرياح الجافة والساخنة في جنوب كاليفورنيا. هذه الرياح لا تقتصر على تغذية النيران، بل تساهم في انتشارها السريع لمسافات بعيدة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية أصبحت فصول الصيف أكثر حرارة وطولا، ما زاد من خطر نشوب الحرائق. وعلى الرغم من أن الطبيعة تلعب دورا رئيسيا، فإن نشاطات الإنسان مثل إشعال النار أو التخلص الخاطئ من المخلفات قد تكون العامل الأولي لإشعال هذه الكوارث. أكثر من 200 رجل إطفاء عملوا على مدار الساعة للسيطرة على الحرائق. الطائرات العمودية قامت بإلقاء آلاف الجالونات من المياه والرغوة على المناطق المشتعلة. الفرق المتخصصة بنت خطوط نار حول المناطق المهددة لإيقاف تقدم النيران. وضعت السلطات خططا لإجلاء السكان إلى مراكز إيواء بعيدة عن مناطق الخطر، وهناك حملات لتوعية السكان حول كيفية التعامل مع الحرائق وكيفية الإخلاء بفعالية. ما يحدث في كاليفورنيا كما تقول وسائل الإعلام الأمريكية ليس مجرد قصة عن حرائق مدمرة، بل تحذير لما قد يحدث إذا لم نتصرف لحماية كوكبنا. وإنها دعوة للعمل الجماعي ليس فقط لاحتواء الحرائق، بل للتعامل مع الأسباب الجذرية مثل تغير المناخ والإهمال البشري.
في النهاية ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن هناك حلولا فعالة لتقليل هذه الكوارث؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة معرفة وأكثر للبقاء على اطلاع بكل جديد.